السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بامر الله هنبتدي بقى سلسله المخبوزات بتاعتنا بتاعت العيد. واول حاجه هنعملها بالفيش الصعيدي. اول حاجه يا بنات، دي علبه فاضيه زي ما انتم شايفين كده. ده فول مدشوش، بتجيبيه من عند العطار زي ما انتم شايفين كده. بس كده، هي دي كده. ومعانا لبن مغلي. بسم الله. مفيهاش اي افتكاس، بس كده. بس يا بنات، بنغطيها كده زي ما انتم شايفين، وبتلفيها بقى بحاجات كده. يعني مثلا لو عندك حاجه قطن كده تدفيها، حاجه مثلا ايه، يعني حاجه تكون انها تدفيها وتلفيها كويس جدا. وبعد كده تقومي حطاها في حله، وبرده وتغطي الحله برده تاني وتشيليها بقى. بس. ومن الميعاد للميعاد، يعني النهارده مثلا عملتها الساعه 10، بكره بامر الله الساعه 10. من الميعاد للميعاد، لازم الصبح. هو بيقعد 24 يوم، 24 ساعه. بس كده يا بنات، زي ما انتم شايفين كده يا بنات. هنا الخميره الحمد لله خمرت. بس خلاص كده انا خلصتها. بس المشكله ان انا عملتها ونسيت اصور بصراحه الحته دي، المقطع ده. المهم الفول اهو ما شاء الله، وبقيه الخميره اهي زي ما انتم شايفين. صفيت الفول في قعر العلبه زي ما انتم شايفين كده، وحطيته في حله. حطيت عليه كيلو دقيق وحطيت عليه ميه دافيه. يا دوبك دوبتهم. هو ده القوام يا بنات. دي الخميره التانيه بتاعت الفيش زي ما انتم شايفين كده. وبنغطيها وبرده بتخمر تاني. نغطيها كده بالحله اهي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنغطيها تاني، نغطيها كويس جدا، ونخليها برده تخمر تاني للمره التانيه. ما شاء الله يا بنات، زي ما انتم شايفين كده الخميره التانيه خمرت. دي تاني مرحله في الخميره. شايفين بسم الله ما شاء الله، تتحرك قدامكم اهو خمرانه بسم الله ما شاء الله كويس جدا جدا. بس هنا معانا اللبن بسم الله ما شاء الله. دول 3 كيلو لبن يا بنات، هحطهم على كميه الدقيق دي اهي زي ما انتم شايفين. براحتك بقى، عايزه تعجني بميه براحتك، عايزه يعني نص ميه ونص لبن براحتك، بس هو الافضل لبن خالص بصراحه، بيبقى تحفه جدا. وهنا يا بنات نص كوبايه سكر، ما بنكترش سكر. وهنا خميره، حبه خميره صغننه، يعني مكعب صغنن خالص، ان هو بس بيدفي العجينه معايا. وهنا يا بنات دي سمنه، طبعا سمنه بلدي براحتك بقى، انت حره، بس دي الصراحه سمنه بلدي. بس كده يا بنات هنبتدي بقى. بسم الله. اول مرحله بنحط الخميره. شايفين يا بنات، انا عايزه اوريكم. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ده طبعا الفول ده احنا هنصفيه مش هنحطه. هنا يا بنات حطينا الخميره، وبرده معانا كركم اهو. لما اجي احطه هقول لكم هحطه ازاي. ما شاء الله. نحط الخميره معانا. بسم الله. نحط بقى اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده الحبه دول هندوب فيهم شويه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعجن الاول يا بنات باللبن، ولو احتاجنا شويه ميه صغيره نبقى نحط، بس بعد السمنه. بسم الله. زي ما شايفين كده يا بنات ما شاء الله، شربت كل اللبن بالدقيق زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. نحط بقى السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. برضه هنحط كده كميه ونشوف هتحتاج تاني ولا لا.
وكركم يا بنات اخر حاجه، اخر مرحله. هو الفايش مش بيتعجن الا كده، سمنه ولبن. لازم ندخل كل السمنه دي كلها في العجينه يا بنات. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده يا بنات ما شاء الله، دخلت السمنه كلها في العجين. كده هتيجي بقى مرحله الكركم. دي يا بنات حبه كركم اهو، عملتهم برده بمعلقه سمنه تاني. طبعا انتوا عارفين الكركم مغذي جدا، وكمان بيدينا لون حلو للفاش. ده الفاش يا بنات الصعيدي ما شاء الله. كده هندخل كل السمنه بالكركم بالدقيق بكل حاجه زي ما انتم شايفين كده. برضه لو احتاجنا كركم تاني نحط اللون اللي انت عايزاه، بس ما تكتريش قوي عن المطلوب علشان خاطر ما يمررش معاكي. يعني في ناس بتحط له محلب، بس المحلب بصراحه بيمرر. احنا متعودين دايما بنعمله بالكركم بس كده. شايفين يا بنات ما شاء الله العجينه بتخمر وهي في ايدي. لازم تدخلي كل اللون الاصفر ده يبقى كله لون واحد. زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك يا بنات ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. العجينه بتبقى كده ما شاء الله. بس كده هنلم بقى ايدينا ونلم العجين زي ما انتم شايفين كده. ده الفاش يا بنات الصعيدي. بس احنا ما خلصناش كده، لسه في خمر تاني، لسه خمر كده مرتين. ده يخمر بامر الله، وبعد ما يتقطع بيخمر تاني على السجق. ما شاء الله يا بنات زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. بس كده اخر مرحله بقى يا بنات في العجين. زي ما قلت لكم كده بنلم كل العجين كده ما شاء الله كده على بعضه. اللهم بارك. بس معانا بقى حبه سمنه وحبه كركم، دول بيتحطوا ايه على الوش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والله يا بنات اقسم بالله مش قادره اقول لكم على ريحه السمنه والخمر. بجد بجد احلى حاجه الحاجه اللي هي في البيت بجد بامانه يعني. ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بس كده يا بنات هنغطيه ونسيبه يخمر، وهيخمر وارجع لكم تاني بامر الله. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. زي ما انتم شايفين ما شاء الله خمر وبقى زي الفل ما شاء الله. معانا كده الصاج اهو، هدهنه زيت وهقطع. ودي زيت اهو معايا، هدهن الصاج زيت وهقطع ده وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا بنات احنا بنصبها كده زي ما انتم شايفين اهو. واحد تاني. طبعا زي ما احنا متفقين يا بنات ما شاء الله الفايش بيتخمر 4 مرات، هي دي الفكره بتاعته. بس في الاخر ما شاء الله بتاخدي نتيجه حلوه. تيجي هنا كده بصوا يا بنات بيبقى بالطريقه دي اهو. بيترص كده. اكمل السجات كلها وارجع لكم تاني. كده يا بنات ما شاء الله انا غيرت السجات عشان السجات التانية طلعت ما بتخشش الفرن، كبيره على الفرن ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الكميه بتاعتي عملت قرص برضو
عشان كيزي بتحبها كده يا بنات. لسه هيخمر ده ما شاء الله. ده كان اول واحد، بصوا بسم الله ما شاء الله بدأ اهو خلاص داخل في خمران. وده كان اخر واحد لسه. بصوا الفرق بين ده وبين ده ما شاء الله. ودي لا يا رب القرص كانت اخر واحده، لسه القرص اهي ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي ما شاء الله كده ودخل الفرن. دي اول مرحله. طبعا احنا بنقلبه كده، انا ما رضيتش اوريه لكم اعمله لما اوريكم الاول. بيتقلب كده بالطريقه دي وبيتقطع زي ما انتم شايفين كده، وبيترص تاني يا بنات بالطريقه دي. شايفين بترص كده يعني الكلمه ما بتبقاش كده، لا بتبقى كده دي بتبان اللي هي الحته اللي هي الصفرة دي، بحيث انها تقرمش معانا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله كده هنرصه بالطريقه دي. هنخلص كل الكميه دي كلها. انا كده قلباه عشان طبعا بيخرج من الفرن بيبقى عرقان، فلازم بتقلبيه وبتسيبيه لما يتهوى شويه، وبعد كده بتقطعيه تاني بتفصصيه كده زي ما انتوا كده شايفين. انا مفصصاه بس عشان انا بصور بالتليفون فمش عارفه اوريكي بالظبط. المهم ان هو ايه، بتمسكي واحده واحده كده وبتقسميها كده بيتفصص كده معاكي. بس هو لسه طري فانا مش عايزه اعمله عشان خاطر ايه ما يتقطعش معايا. اهو بصوا عشان بايد واحده. بسم الله ما شاء الله العجينه طبعا جميله جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه بجد. بسم الله ما شاء الله عجينه ناجحه وفايش ناجح الحمد لله. كده الحمد لله يعني يعتبر المراحل كلها كده انتهت. كده مفضلش الا اللي هو التحميص. هنعمل الكميه كلها بالطريقه دي ونرصصها تاني في السجاد وندخله جوه الفرن يتحمص. ودي كانت يعتبر اخر حاجه، يعني اخر حاجه في اخر مرحله في الفاش. هو مراحله كتيره جدا يعني وخد اليوم كله، بس بصراحه نتيجه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. وهنا يا بنات القرص. طبعا كنزي كان نفسها في القرص الطريه. عملت صاج طري بس بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا ما شاء الله شايفين يا بنات الفايش، عجينه الفايش تحفه تحفه جدا طري جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني ما شاء الله بجد يعني اللهم بارك. هو ما شاء الله يعني الصاج اصلا ما شاء الله الحمد لله. طبعا بتطلعي من الفرن يا بنات وبتحطيه على طول في كيس كده زي ما انا حاطاه كده بالطريقه دي، بحيث ان هو ما ينشفش معانا. اللهم بارك ما شاء الله. حاجه كده بتتكلم عن نفسها يا بنات. حبايبي بس شايفين ما شاء الله الفايش عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه حكايه. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كده خيال. شايفين التفريغات دي طبعا معناها ان ما شاء الله خمرون كويس جدا وهش جدا وخفيف جدا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ولونه تحفه وجميل. بصوا الفتافيت دي طبعا نازله منه ده اصلا ان هو مش مستحمل. انا بعد ما عملته وفضيته من الصاجات لازم ان انا افرده كده عشان برضو ينشف معايا ما يحنش كده ويطرى. الفتافيت دي كلها بصوا عشان هو مش مستحمل ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله عليه.